اهلا بيكم، انا دكتور كمال شلال، استشاري امراض النساء والتوليد. شهر العسل هو الايام الحلوه اللي بتقضيها في اول جوازك بعد فتره من الارهاق والتعب والتوتر. ممكن يكون شهر، اسبوع، او حتى يوم، مش مهم هو قد ايه. المهم ان شهر العسل او المصطلح ده ارتبط بالايام الحلوه اللي بتقضيها بعد فتره من التعب الجسدي والنفسي. هل يا ترى ده موجود في الحمل؟ يلا بينا نعرف مع بعض. فترة الحمل بتمتد ل9 شهور أو 40 أسبوع. بنقسمهم ل3 مراحل عشان نقدر نتابع حملك بصورة أوضح. التلت الأول من الحمل واللي بيمتد حتى نهاية الأسبوع ال13، ودي الفترة الأهم في نمو الجنين وتكوين كل أعضائه الداخلية. في الفترة دي بيحصل تغيرات هرمونية كتير داخل جسمك بتكون نتيجتها أعراض بداية الحمل، زي غممان النفس والغثيان والقيء وحرقان المعدة والوحم والإرهاق وقلة النوم والأكل. أعراض كتير ممكن تجيلك كلها وممكن يجيلك بعضها، وممكن تكوني من سعيدات الحظ اللي بتعدي شهور حملهم الأولى بدون الشعور بأعراض بداية الحمل. التلت التاني من الحمل من الأسبوع ال14 للأسبوع ال26، وده اللي بنسميه شهر العسل. يا ترى ليه؟ لأن أعراض بداية الحمل المزعجة كلها هتبدأ في الاختفاء من أول الشهر الرابع، وترجعي تشعري بالنشاط والحيوية من أول وجديد، وتمارسي حياتك بصورة طبيعية. هترجعي تاكلي بصورة طبيعية، تسافري، تشتغلي، تمارسي رياضة. لكن خلي بالك من أهم حاجتين ممكن يحصلوا لك في فترة التلت التاني من الحمل، اللي هم سكر الحمل وارتفاع ضغط الدم، ودول هنتكلم عنهم بالتفصيل في حلقات منفصلة. التلت الأخير من الحمل من الأسبوع ال27 للأسبوع ال40، ودي مرحلة الاستعداد للولادة، وبتكون ليها أعراضها المميزة اللي بتكون نتيجة زيادة حجم الجنين اللي بيبدأ يضغط على بعض الأعضاء الحيوية داخل الجسم، زي حرقان المعدة وضيق التنفس وورم الرجلين. ده غير ان الفترة دي فترة الزهق اللي بتكوني مستعجلة فيها على الولادة علشان تتخلصي من التعب والإرهاق وقلة النوم. في النهاية، لو عرفتي كل مرحلة من مراحل حملك، خصائصها ومميزاتها، الأعراض اللي ممكن تجيلك في كل مرحلة، نمو طفلك في كل مرحلة، هتقدري تتعاملي مع أي مشاكل ممكن تمر عليكي في المراحل دي وتعديها بأمان لحد اللحظة اللي انت مستنياها، ولادة طفل سليم.